تعالوا نعمل فل السحور بطريقة حلوة أوي، بطريقة سهلة وبسيطة، وأنا واثقة إن شاء الله إنك لو جربتيه بطريقتي طعمه هيعجبك أوي. شايفين شكله كمان؟ بسم الله ما شاء الله. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدأ. لما تيجي تجيب الفولة هات الفولة البلدي بتاعتنا العادية اللي هي المصري. بتبقى عريضة بس مش عريضة قوي، لأن في فولة عريضة قوي كده كبيرة قوي، ده اسمه فول صعيدي، ما بيبقاش برضو قد كده في الطعم. وفي الفولة اللي هي الرفيعة ده اسمه فول مستورد. أغلب المحلات بتشتغل بيه. عايزه تاكلي فول مدمس طعمه حلو، هاتي الفوله البلدي اللي انا بقولك عليها دي. وفرق السعر مش كتير يعني ولا حاجه. معايا هنا بقى نص كيلو من الفول. انا نقعته من بالليل بميه عاديه من الحنفيه، ما تنقعش الفول بميه سخنه لان لونه بيحمر كده شويه، وبتيجي تسويه بيبقى لونه اسود. تمام. حطيته بقى في القدرة بتاعتي او اي حاجة انت هتسوي فيها. حطيت عليه بقى، ضفت عليه طماطمتين كبار مبشورين وشايل القشرة بتاعتهم، وضفت عليهم 3 معالق كبار ملانين من الرز، وضفت عليهم كمان معلقتين بس مش ملانين قوي من العدس. ما تزوديش عدس عشان ما يضغطش على طعم الفول وتيجي تاكلي كأنك بتاكلي عدس مش بتاكلي فول. وليمونة زي ما انتوا شايفين كده، شقتها نصين ورميتها زي ما هي. وكبيت عليه بقى ميه بتغلي. الميه دي انا جايباها من على البوتاجاز حالا. لازم اهم شيء الميه بتاعتك تكون بتغلي عشان برضو الفول ما يبقاش لونه اسود معاكي. وحطيته على النار زي ما شفتوا كده. بحط بقى فوقيه كوبايه او حله كده صغيره، اي حاجه المهم ايه تكون كاتمه معاكي القدر او الحاجه اللي انتي بتسوي فيها. وبحط فيها ميه عشان الميه دي بتبقى سخنه، لما بيحتاج ميه بزود منها. بحط القدرة على النار وبسيبها على نار عالية كده دقيقة أو أقل من دقيقة. يدوبك بس إن الحاجة اللي انت بتعملي فيها تسخن والمية تبدأ تغلي معاكي. وبروح جاية مهدية زي الشمعة زي ما انتوا شايفين كده. بهدي خالص زي الشمعة. وبسيبه بقى 5 6 ساعات 7 ساعات زي ما انتوا شايفين. بصوا بسم الله ما شاء الله طالع معايا ازاي اهو. كل ما بيحتاج ميه بزود له، بس اهم شيء ما تعرهوش كتير، يعني مش كل شويه تعري فيه، لا. لانه برضو كل ما يتعرض للهواء وتقلبي فيه لون الفوله بتغمقي معاكي وبيطلع لونه اسود، لونه بيأكسد من الجو. تمام. يعني انا يا دوبك كنت بعريه كل مثلا كل ساعه مره، ومش بقلب فيه انا يا دوبك بحط الميه واقفل. وكمان لما تحطي الرز والعدس الحاجات اللي احنا حطيناها في الاول دي ما تقلبهوش، يعني ما تخليش الحاجات دي تنزل معاكي لتحت عشان برضو لو هو بيستوي قعره ما يشدش معاكي من تحت ويلزق. وبس كده. شايفين بسم الله ما شاء الله بقى شكله ولا طعمه؟